قلبي، الله يسعد مساكم. الشيف ماجد معكم دوما مثل العاده. اليوم راح نعلمكم تاكلوا نقانق طيبه تاكلوها ببيتكم. في نقانق اللي لونها سمراء راح نعلمكم عليها، والنقانق اللي لونها حمراء راح نعلمكم شلون تنحشى بالقمع بشكل بسيط جدا. المواد: فلفل اسود معلقه صغيره، كزبره معلقه كبيره، ملح معلقه كبيره، بهارات 7 بهارات او بهارات الطاهي معلقه ونص كبار، كيلو لحمه، حبتين توم بالعدد. التوم مو مجبر ولكن حبتين توم بالعدد، حبه للنقانق السمراء وحبه للنقانق الحمراء. بابريكا مع لون احمر، يعني هاي بتصير النقانق حمراء لونها. كزبره معلقه عاديه، ومعلقه كبيره طعام، ومعلقه ونص بهارات طاهي او 7 بهارات مشكله. فلفل اسود معلقه صغيره. والنقانق المصران هذا بتلاقوه وين ما كان، تشتروه من عند اي لحام، من اي سوبر ماركت كبيره بتلاقوه. بتنقعوه بمي، بكون بملح، بتنقعوه بمي ما يعادل ساعه. وهاي كيلو لحمه. بنبلش بكيلو النقانق الاسمر. البهارات: الملح، الكزبره، الفلفل الاسود، ونص كوبايه خل تفاح، نص كوبايه خل تفاح، وضرس الثوم المفروم. وبالنسبة للنقانق الحمراء في بنضيف لها زيادة عهد لون الفابريكا اللي فيها لون أحمر، بيعطي النقانق اللون الأحمر. كمان نفس الشي حبة الثوم المدقوقة ونص كوباية الخل. هلا بندعكن مع الخلات، وهلا بنفرجيكم شلون راح نحشيهم. نمسك المصران من راسه وبنفتحه بهالطريقة هاي، وبنحاول ندخله بالشكل التالي. شايفين؟ هلا مباشرة هيك. ان شاء الله بتاكلوا اطيب نقانق بالبيت وظريفة. شايفين؟ فوتوا المصران كالتالي. هلا ناعينه بالمي كنا. وين ما كان بتلاقوا مصران عند حيوان لحام، وهذا القمع موجود ومتوفر. وهي النقانق بتاكلوها وانتم متهنين. والنقانق هي عبارة عن لحمة زورة وشوية لحمة هبرة من الفخذ. علمتكم تفصيل اللحوم، ارجعوا للفيديوهات القديمة راح تستفادوا منها كتير ان شاء الله. هاي لحمة زورة لانه لازم يكون فيها شوية دهن النقانق والا مو طيبة. هبرة اذا مضطر الواحد يسويها هبرة بايده. شايفين؟ هذا هو. هلا نقطعه من هون اذا طال علينا، نقطعه قطع وبنرجعه على المي، عشان يتمه منتقع وفاتح عشان ما يغلبنا. بصير كالتالي. هلا نمسك اللحم اللي دعكناه بالخل، هذا نقانق حمراء. شايفين؟ هلا حاولوا. شايفين؟ هلا تطلع النقانق مثل ما نكون شايفين. وهلا بنعلمكم شلون بتصير اصابع. ان شاء الله اوكي النقانق. هاي النقانق الحمراء وهاي النقانق الغامقة. طبعا حطيتهم بمصفاي انا حتى يتصفى منهم الخل والدم تبعهم. وهلا بدنا نعلمكم طريقة لفهم. بنحطوا هذا عبية النص. شايفين؟ بنعمل له هاي الحركة وبنمعسه بالايد معس، وبنفوت المصران. شايفين؟ وكمان بنفوته من هون. بامكاننا نلف 4 مع بعض. شايفين؟ نعمل هيك بايدنا. حبايب قلبي هلا بنعلقهم وبنصفيهم. الله يسعد مساكم حبايبي. وهلا هاي النقانق بعد ما نشفناها، شايفين؟ قليناها. على فكرة إذا نشفتوها أنتوا، أنا استعجلت عليها، إذا نشفتوها بتطلع أظرف من هيك بكتير. النقانق ليمون، قلت لكم اللزوم الأول للنقانق إذا ما طولتوا على بالكم عليه، ليمون
مع القلي تبعه، وإن شاء الله مليون هنا.